هنتكلم النهارده عن موضوع الصيام الحامل في رمضان. تمام. هل ينفع يا دكتور اصوم وانا حامل؟ طيب انا لو صمت في مشكله اثناء الحمل، في مشكله على البيبي، في مشكله عليا في الحمل. خلينا كده نعرف في اللايف ده كل الاسئله بتاعتكم عن موضوع الصيام اثناء الحمل. طيب خلينا نبتدي كده. قبل ما نتكلم عن راي الطب في موضوع الصيام، خلينا نتكلم عن راي الدين. الدين بيقول ان تعفى الحامل من الصيام اذا خافت على نفسها او خافت على نفسها وخافت على الجنين. يعني حضرتك معاكي رخصة انك تفطري، وده بعد الرجوع للطبيب بتاعك. وبعد الرجوع للطبيب بتاعك اللي هو بيحدد مدى قدرتك على الصيام وحالة البيبي بتاعك، هل امورك كويسة ينفع انك تصومي ولا لا. يعني الدين بيقول لازم ترجعي للدكتور بتاعك، والدكتور بتاعك بيحدد لك هل ينفع تصومي ولا لا بناء على حالتك وعلى حالة الجنين. تمام. طيب نثبت ان احنا في قاعده ان حضرتك ربنا اداكي رخصه للافطار. يعني لو الدكتور بتاعك قال لك افطري يبقى حضرتك لازم تفطري، وبلاش مقاوحه في الموضوع ده، وربنا اداكي رخصه انك تفطري في رمضان. طيب هنبتدي الاول ايه الحالات اللي لازم تفطر في رمضان. في حالات معينه بغض النظر عن اي حاجه لازم تفطر في رمضان. اول حاجه لو واحده عندها سكر مع الحمل، او عندها سكر اصلا قبل الحمل وبتاخد علاج للسكر. تظبيط السكر بيكون صعب جدا اثناء الصيام، وبالتالي الناس اللي عندها سكر سواء سكر حمل او عندها سكر من قبل الحمل وماشيه على علاجات للسكر لازم تفطر. ادي اول حاجه. الناس اللي عندها الضغط العالي بتاخد ادويه الضغط لازم تفطر. الناس اللي عندها انيميا، وخصوصا الناس اللي عندها انيميا شديده وماشيه على علاج والدكتور قال لها ان انت لازم تظبطي الانيميا بتاعتك، دي برضو لازم تفطر في رمضان. الناس اللي عندها اللي هي عندها امراض الربو والحساسيه وماشيه على بخاخات على بشكل مستمر، دي لازم تفطر. الناس اللي ماشيه على ادويه للتشنجات وادويه للكهرباء الزياده وادويه للصرع، برضو دي لازم تفطر في رمضان. الناس اللي عندها هيستوري او تاريخ مرضي لامراض الكلى وعندها حصوات على الكلى والتهابات مجرى البول، الناس اللي عندها التهاب شديد في مجرى البول وكانت عامله تحليل بول عندها صديد وعندها التهاب جامد في مجرى البول، برضو ممنوعه من الصيام. الناس اللي كان عندها امراض القلب. نرجع لموضوعنا، الناس اللي هي زي ما قلنا مين الناس اللي ممنوعه في الحمل، ممنوعه من الصيام اثناء الحمل خالص. الناس اللي عندها امراض القلب، الناس اللي مغيره صمامات، الناس اللي عندها تاريخ مرضي لحدوث جلطات قبل كده، كان حصل لها جلطة في الرجل أو جلطة في الرئة، كل دول ممنوعين من الصيام. طيب دي حالة عند الأم. طيب نيجي لو واحدة عندها في مشكلة في البيبي، سواء عندها هيستوري أو عندها تاريخ مرضي لطلق مبكر، واحدة كانت والدة حصل لها إجهاض متكرر، واحدة كانت والدة بدري قبل كده في الشهر السابع أو الثامن، واحدة حامل في توأم أو أكتر، كل دول لازم يفطروا. واحدة عندها مشكلة في الحمل الحالي، عندها المشيمة متقدمة أو المشيمة سابقة الجنين بتاعها، دي لازم تفطر. واحدة عندها قصور في الدم اللي واصل للبيبي، يعني عندها مشكلة في الدم اللي واصل للبيبي بتاعها، عملت دوبلر الدكتور قال لها إن الدم مش واصل كويس للبيبي بتاعها، فدي لازم تفطر. واحدة كان عندها سخونية وعندها رشح وبتاخد أدوية البرد، السخونية والرشح والهمدان، برضو دي لازم تفطر. ايه تاني؟ لو واحده عندها قيء مستعصي، واحده عندها قيء وعندها قيء مستعصي وبترجع كتير كذا مره في اليوم، هيبقى صعب جدا الصيام. يبقى دي الحالات اللي احنا لازم تفطر في رمضان. طيب هل الصيام ليه تاثير على الام او تاثير على البيبي؟ الاجابه دي او الاجابه مش واضحه او مش دقيقه، مش الاجابات اللي عندنا مش كافيه قوي، او المعلومات اللي عندنا مش كافيه، ما عندناش دراسات كافيه. بس في بعض الدراسات اثبتت ان في مشاكل بتحصل للام وفي مشاكل بتحصل للجنين. ايه المشاكل اللي بتحصل للجنين؟ بيحصل مشاكل على المدى القريب وفي مشاكل على المدى البعيد. المشاكل اللي هي على المدى القريب حاجة اسمها بيزود معدل اضطرابات القلب عند البيبي، بيحصل نقص في اوزان الاجنه، البيبي يطلع وزنه قليل. تمام. الحاجه اسمها زياده الكيتونات، الكيتونات دي بتطلع نتيجه تكسير الاحماض الامينيه نتيجه العطش والجفاف الشديد، دي بتعمل تاثير على الجهاز العصبي بتاع الجنين. ده كده على المدى القريب والمدام حامل او انتي حامل. طيب بعض الدراسات اثبتت ان بيحصل مشاكل للجنين بتاعك او للبيبي بتاعك على المدى البعيد. البيبي ده بيكون عرضة لما يكبر لامراض الضغط والسكر والقلب، بيبقى في حاجه اسمها نقص في حجم الجسم، سواء قصر القامع ان يطلع قصير، او النحافه يطلع بيبي رفيع وعنده مشكله في الوزن بتاعه. في حاجه اسمها القصور، بيبقى في مشكله في القصور في القدره الذهنيه للبيبي بتاعك ده. يعني الولد ده او البيبي بتاعك كان هيطلع ذكي بنسبه 100%، حضرتك لما اوحتي في الصيام بقت نسبه ذكائه 60 70%. دي كده الدراسات اثبتت ان بقى بيحصل دي المشاكل اللي بتحصل في الجنين على المدى البعيد. طيب في برضه مشاكل بتحصل للام،
زي الجفاف والعطش الشديد بيعمل حاجه اسمها تركيز البول، وده بيخليك عرضه اكتر لالتهابات مجرى البول، دي اللي بتعمل لك طلق مبكر وتعمل لك الكلام ده كله. الام بتبقى عرضه لجلطات وريديه، تمام، ممكن يبقى فيها عرضه اكتر لحدوث جلطات، سواء جلطات في الرجل او جلطات في الرئه. طيب عشان نلخص الموضوع كده، يبقى احنا كده عشان نلخص الموضوع ونوضحه قوي بشكل عام كده، مين اللي تصوم ومين اللي ما بتصومش. احنا اتفقنا الدكاتره هنقسم الحمل لثلاث شهور، ثلاث شهور، ثلاث شهور. اول ثلاث شهور، تاني ثلاث شهور، اخر ثلاث شهور. اول ثلاث شهور اللي فيهم اعراض الحمل، الدوخه والغممان والهمدان والقيء ودايما تعبانه ومش عارفه تاكلي، واي حاجه بتاكليها بترجعيها، دي لازم تفطري. يبقى احنا كده اتفقنا ان الناس اللي في اول ثلاث شهور وعندها اعراض حمل قويه، الفتره دي البيبي بيتخلق فيها لسه حته لحمه صغيره، بيبتدي يتخلق، الجوع والعطش بيأثروا على تخليق الجنين. يبقى الناس اللي في اول ثلاث شهور هتفطر. الناس اللي في اخر ثلاث شهور، الناس اللي في اخر ثلاث شهور اللي فيها البيبي محتاج غذاء جامد، البيبي وزنه بيزيد في اخر ثلاث شهور، محتاج منك غذاء جامد ومحتاج منك اكل جامد، ما يستحملش البيبي بتاعك الصيام، فاتفقنا ان احنا اخر ثلاث شهور، الناس اللي في اخر ثلاث شهور هتفطر. تمام. طيب الناس اللي في الثلاث شهور اللي في النص، اللي هي الرابع والخامس والسادس، مسموح لك ان انت تصومي بس بشروط. تمام. ايه الشروط دي بقى حضرتك؟ لو انت ما عندكيش اي مشكله من المشاكل اللي انا لسه قايل عليها، ولا ضغط ولا سكر ولا مشاكل في القلب ولا مشكله في الحمل بتاعك، ولا كان عندك مشكله في الحمل قبل كده ولا الكلام ده كله، ممكن تصومي بس باحتياطات معينه او شروط معينه. تمام. يبقى كده تاني، الناس اللي في اول ثلاث شهور هتفطر، الناس اللي في اخر ثلاث شهور هتفطر، الناس اللي في الثلاث شهور اللي في النص، الرابع والخامس والسادس، مسموح لك ان انت تصومي بشروط معينه. اول حاجه ان ما يكونش عندك اي مشكله من المشاكل اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي السكر والضغط والقلب، وتاخدي علاجات معينه بشكل مزمن، او عندك مشكله في الحمل بتاعك، الميه بتاعتك فيها مشكله. طيب ايه الاحتياطات وايه الشروط اللي هتعمليها بقى لما تيجي تصومي؟ طيب اول حاجه اثناء الصيام وانت صايمه هتعملي ايه؟ طول النهار عايزك راحه، نهدي مجهودنا خالص طول النهار، يعني قللي مجهودك على قد ما تقدري، بلاش المشي لمسافات طويله، بلاش النرفزه والعصبيه. تمام. يبقى بشكل عام كده قللي مجهودك. تمام. قللي لو انت بتخرجي او عندك شغل او الكلام ده كله، قللي مجهودك وبلاش مشي كتير، بلاش نرفزه وعصبيه. يفضل دايما تكوني موجوده في مكان مكيف او درجه حراره قليله، لان الجو الحر بيخليكي تفقدي سوائل كتير وبيعرضك اكتر للعطش والجفاف. تمام. يبقى دي اول حاجه اثناء الصيام. طيب لما تيجي تفطري هتعملي ايه؟ يفضل ان انت تكسري صيامك او تفطري على التمر او اللبن او الميه. بعد ما تاخدي التمر بتاعك او اللبن بتاعك، هنصبر 10 دقايق ربع ساعه، المعده بتجهز نفسها ان هي تهضم الاكل بتاعك، نبتدي ناكل الاكل بتاعنا. الاكل بتاعك يبتدي الاول، الاكل بتاعك بطبق سلطه محترم يعوضك عن الفيتامينات والمعادن اللي انت فقدتيها اثناء فتره الصيام. اهتمي قوي بالبروتين، يعني خلي يبقى فيه بروتين عندك في الاكل بتاعك. البروتين بتاعك لازم يكون فيه بروتين، فراخ، لحمه، سمك، مهم جدا جدا في وجبه الفطار بتاعتك. قللي من النشويات. رمضان طبعا معروف حضرتك بالنشويات والحلويات، الكنافه، محدش عارف الكنافه السنه دي هيحشوها ايه، يعني كل سنه فيها بيخترعوا حاجه جديده. ما علينا، لان رمضان معروف بالحلويات والنشويات، فقللي جدا من النشويات لانها بتعلي مستوى السكر مره واحده وبعد كده بيقل بسرعه، وده بيعمل لك الغثيان وبيعمل لك الدوخه اللي بتحسي بيها بعد الفطار. الدهون، قللي من الدهون في الاكل بتاعك، الدهون هضمها بيبقى صعب وبيعمل لك مشاكل في المعده بتاعتك. تمام. فقللي جدا من الدهون. تمام. لازم يكون في سوائل كتيره فتره ما بين الفطار وما بين السحور، لازم يكون على الاقل من 8 ل 12 كوبايه ميه، على طول نشرب سوائل كتير وميه كتير. تمام. مهم جدا. قللي من الكافيين، الحاجات اللي فيها كافيين زي القهوه والنسكافيه والشاي، البيبسي، قللي من المياه الغازيه، قللي من الحاجات دي كلها جدا جدا في الفتره بتاعه ما بين الفطار والسحور. يفضل يكون في وجبه ثالثه على الساعه 11 12، يعني تفطري وبعد الفطار تريحي شويه، ممكن على الساعه 11 12 تاكلي وجبه ثانيه، ولحد السحور طبعا وجبه السحور. مهم جدا جدا تهتمي بوجبه السحور بتاعك، اللبن الرايب واللبن الرايب مهم، والزبادي مهم جدا جدا عشان الحموضه اللي بتحصل لك اثناء الصيام. طبعا الفول والبيض من الحاجات اللي بتديكي طاقه عاليه
اثناء الصيام طول النهار برضو مهم جدا جدا. فكره بقى ان انا اقعد اشرب ميه كتير واقعد اشرب، اجيب ازازه الميه واقعد اشرب ميه واشرب ميه على اساس ان انا بخزن ميه. احنا مش جمل، الجسم بتاعنا مش جمل بيخزن الميه. بعد نص ساعه، بعد نص ساعه على طول هتقومي تفضي كل الميه دي. اشربي ميه على مدار اليوم ما بين الفطار والسحور، دايما على طول في سوائل كتير وعصاير وميه. يبقى اتفقنا هنهتم بالفطار بتاعنا. هنبدا الفطار على تمر او لبن. استني شويه بعد كده افطري. اهتمي بالبروتين بتاعك، قللي من النشويات، قللي من الدهون في الاكل بتاعك. قسمي الوجبه، خلي في وجبه على الساعه 11 12. قللي من الكافيين. اهتمي جدا جدا بوجبه السحور. طيب ايه العلامات اللي لو حسيتي بيها وانت صايمه لازم تفطري؟ انا دايما بقول له اي واحده كده بقول لك لو هتصومي وانا قلت لك صومي، انت امورك ماشيه تمام خلاص اوكي. طب انت جيت على الساعه 3 4 العصر كده لقيتي نفسك عطشانه جدا، حاسه بجوع جامد، خلاص لا مش هكمل. ما تجيش تقولي ان فاضل ساعه على المغرب هستحملها علشان خاطر ايه؟ فاضل ساعه المغرب هستحملها وخلاص. لا خالص، حضرتك هتستحملي الساعه دي، انما دايما تبقي عارفه ان في بيبي جوه بطنك ما بيستحملش الجوع والعطش. طيب يبقى لو حسيتي بعطش شديد، بقى حصل عندك حاجه اسمها علامات الجفاف، بقى في عطش شديد، بقى في سخونيه، بقى في عرق، دي اسمها علامات الجفاف. او علامات نقص السكر في الدم زي الدوخه، بقيت عندك فيه غممان، حسيتي باجهاد عام، الاجهاد العام، وحاسه ان جسمك تعبان، يبقى لازم تفطري على طول. حسيت ان حركه الجنين قلت خالص، انا مش حاسه الحركه طول اليوم، يبقى لازم تفطري. بدا يجيلك مغص او بدا تحسي بطلق ولاده مع الصيام، يبقى لازم تفطري على طول. خليكي فاكره وعارفه ان انت دايما معاكي رخصه انك تفطري في اي وقت على مدار اليوم. وانت صايمه تعبتي يبقى لازم تفطري على طول. ما نقاوحش يا جماعه، ما تجيش تقولي فاضل ساعه على المغرب خلاص لا انا هصومها وهكمل صيامي. طيب الناس بقى اللي بتقعد تقاوح معايا في الصيام وتيجي تقول لي انا لازم هصوم، ما انا قلت لها يا جماعه افطروا. يبقى زي ما قلت، انا قلت في الاول الناس اللي في اول 3 شهور هتفطر، والناس اللي في اخر 3 شهور هتفطر. اخر 3 شهور ده البيبي بتاعك كبير، يعني واحده في الشهر الثامن او التاسع، تمام. لو انت ولدتي النهارده في اول الشهر التاسع، ينفع اقول للبيبي بتاعك ده انا مش هنرضعك او مش هنديك الرضاعه لغايه المغرب؟ اكيد لا، مش هيستحمل. فبالعقل كده البيبي اللي جوه بطنك في الشهر الثامن التاسع ده ما يستحملش صيام. انا وانتي هنستحمل الصيام لفترات طويله، انما البيبي اللي جوه بطنك دايما تفتكري ان هو ما يستحملش الصيام. انت مش بتاكلي لوحدك زي ما احنا اتفقنا. ده كده الناس اللي هي زي ما قلنا مين اللي يفطر ومين اللي يصوم في رمضان. ولو احنا قلنا لك صومي، ايه الاحتياطات اللي لازم تاخديها بالظبط وتعملي ايه اثناء الصيام. طيب هنتكلم برضو عن الصيام مع الرضاعه. الناس اللي بترضع تمام، ينفع تصومي ولا لا؟ لو انت معتمدة على الرضاعة الطبيعية فقط في اول 4 ل6 شهور، ما ينفعش انك تصومي. الصيام بيقلل كمية اللبن، وبالتالي بيأثر على البيبي بتاعك او بيأثر على الطفل بتاعك، وبيقلل حجمه وبيقلل نموه، تمام. لو انت بتدخلي لبن صناعي مع الرضاعة الطبيعية ممكن تصومي. طيب بعد 4 أو 6 شهور لو بتدخلي أكل وبتدخلي لبن صناعي مع الرضاعة الطبيعية تقدري تصومي، بس بعد ما ترجعي لدكتور الأطفال بتاعك اللي هو بيطمنك على البيبي بتاعك وبيطمنك على حالة البيبي، يقول لك إنك البيبي بتاعك تمام، تقدري تصومي ولا لا. تمام كده؟ يبقى ده بالنسبة للصيام أثناء الرضاعة. أول 4 ل6 شهور لو أنت بترضعي رضاعة طبيعية فقط يبقى لازم تفطري ومعاكي رخصة إنك تفطري. بعد 4 أو 6 شهور من الولادة وبدأت تدخلي البيبي بتاعك أكل، سواء بتدخليه أكل أو بتدخليه له لبن صناعي، يبقى لازم ممكن معاكي فرصة إنك أنت تصومي بشروط معينة وبعد ما ترجعي لدكتور الأطفال بتاعك. ده بالنسبة للصيام مع الرضاعة. طيب